ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة للناس اللي بتشتغل بقى في شركة او كده. يعني مش كل حاجة تروح تقولها لمديرك، مش كل حاجة تحصل تروح تقولها، مش كل كلمة تتقال قدامك تروح تقولها، مش كل موقف يحصل معاك في الشغل تروح تقوله. بدافع ان المدير ده صاحبي وحبيبي واحنا اخوات وبيحبني وبيزودني في المرتب وبيحبني حب يعني انا ما شفتوش قبل كده. الكلام ده جميل جدا، بس برضو تفرق لما يحصل حاجة في الشغل ما تروحش تقول. ما تدخلش عليه. بص حضرتك حصل كذا وكذا وكذا معايا لان اي موقف، يعني لو انت مثلا يعني غلطت في الشغل او حاجه ورحت قلت له بقى ان هو صاحبك بقى وحبيبك وانت بقى بتعتبر بقى ان انت لو قلت له ان هو يعني مش هينقصك بقى في المرتب لو اكتشف وان انت بقى بتعمل ارضيه برضو كويسه معاه لا، مفيش الكلام ده، هيحطها في دماغه. لانه هو في الاول وفي الاخر هو مدير، فالمدير دايما ليه تفكير غير تفكير الموظف. مهما تكون حبيبه، مهما تكون بتحبه، مهما يكون بيحبك، هيحط لك الموقف ده في دماغه. فيعني ما نحطش نفسنا في مواقف رخمة، ومش كل حاجة تحصل معاك في الشغل تروح تقولها له، ومش كل كلمة تتقال قدامك تروح تقولها له. والله نصيحة مني عن تجربة، والله عن تجربة. انا كل الفيديوهات اللي بقولها لكم بتبقى فيديوهات عن تجربة، انا مش بقول لكم حاجة يعني من خيالي او حاجة. انا بحب افيدكم، انا بعمل لكم الفيديوهات دي عشان افيدكم والله بتجارب فعلا حصلت معايا او مع غيري او قدامي. فانا بفيدكم والله لوجه الله. يعني مش كل حاجة تقولها لمديرك، والله نصيحة مني، لان هو هيحطها في دماغه عاجلا او اجلا، هيحطها في دماغه. وممكن يجي في اي موقف يحصل بينكم خلاف هيقولك وفاكر لما عملت كذا معايا، وممكن ينقصك في المرتب عشان خاطر الموقف ده، وممكن يعمل حاجة معاك او موقف معاك بسبب الموضوع اللي انت قلته له، وانت كنت بتقوله بصفو نية وبتقوله على اساس ان هو صاحبك وحبيبك فهو في الاول وفي الاخر مدير، وفي الاول وفي الاخر انت موظف عنده. فما ينفعش ان احنا نتعامل مهما كان المدير حبيبنا، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه ند بند ونروح نقوله على كل حاجة، لان احنا في الاخر اللي هنتضر يا جماعة. فخلي بالكم الموضوع ده. السكوت والله العظيم بجد جميل جدا جدا جدا، وبيمنع حاجات يعني كتير جدا، مصايب كتير جدا، بلاوي كتير جدا ممكن تقع على دماغك لو اتكلمت. يعني انت لو اتكلمت هتلاقي بلاوي بتحصل لك اساسا، ولو سكت الدنيا هتمشي معاك كويس. وجرب عن تجربة. يعني في ناس كتير بتبقى قدامي معايا في الشغل وساكتة تماما، اكتر الناس دي مرتاحة جدا، واكتر ناس مريحة دماغها، واكتر ناس عايشة في حالها لغاية ما بتطلع معاش ومريحين دماغهم. وفعلا فعلا ده الصح. بس حبيت افيدكم بالفيديو ده، ولو شايفين ان هو ممكن يفيد حد اعملوا له شير، واعملوا لي بقى لايك طبعا، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي بتتابعوني من فين، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.